الرايش والحقوف الخشنة دي مش مجرد صفر، دي علامة بتقولك إن العدسة محتاجة تتنضف. العدسة دي مش مجرد إزاز عادي، دي درع الماكينة الواقي. أي تنظيف عشوائي زي المسح بالملابس بيشتت الليزر وبيهدر الطاقة وبيخلي القطعية مش نظيفة، وده ممكن يكلفك تغيير راس قطع بالآلاف، وكذلك برضو مصدر الليزر. وده بيان بيوضح لك مسار الليزر ما بين عدسة تالفة وعدسة نظيفة. ركز معايا عشان نشرح مع بعض خطوات التنظيف الصحيحة. رقم 1، الفحص اليومي. قبل ما تبدأ شغلك افتح كشاف موبايلك ووجهه على العدسة. لازم تتأكد إنها بتلمع، مفيش تراب، مفيش بقع دخان ولا رايش ولا حتى بصمة صباع. رقم 2، مكان التنظيف. إياك تنظف العدسة في عنبر الشغل وسط التراب. اتأكد إن المكان نظيف الأول وخالي من أي أتربة، والبس جوانت من غير بودرة عشان زيوت إيدك ما تبصمش عليها وتدمرها. رقم 3، هتستخدم منفاخ هواء عشان تطير بيه التراب اللي على العدسة الأول. بلاش تنفخ ببقك عشان الرذاذ هيبهدلها. بعدها نقطة كحول تركيز 99.9 على منديل عدسات ما بيطلعش وبر أو وداه نقطة، وامسح بالراحة خالص وفي اتجاه واحد. بلاش تدعك رايح جاي عشان ما تجرحش طبقة الطلاء الحساسة. وأخيرا تحذيرين في منتهى الخطورة. الأول، المكنة لسه واقفة والعدسة سخنة، إياك تحط عليها كحول بارد لأن ده هيعمل لها صدمة حرارية وبالتالي هيكسر العدسة. التاني، ممنوع نهائيا استخدام المياه أو المنظفات العادية لأنها بتدمر الغشاء المخصوص بتاع العدسة. ملحوظة، لو العدسة فيها خدوش أو رايش أو أي رذاذ، دي ممنوع إن أنت تستخدمها تاني في الدرج بتاع العدسة. هتستبدلها فورا بعدسة جديدة لأن دي تعتبر من المستهلكات بتاعة الماكينة. حافظ على عدساتك، تحافظ على مكانتك وتوفر فلوسك. تابعونا في الفيديوهات الجاية عشان نعرف بقية الأسرار.